كن مانحا ولنعتمد على أنفسنا من خلال تبرع بدولار أمريكي فقط في اليوم. شعارات رفعها النشطاء الصوماليون خلال حفل تدشين مشروع صندوق الفرصة، والذي يهدف إلى خلق آلاف فرص العمل للشباب وبناء مشاريع تنموية خلال السنوات المقبلة. الحفل الذي شارك فيه ممثلون عن المجتمع المدني ومسؤولون حكوميون لقي ترحيبا شعبيا ورسميا كبيرا، حيث تمنى المشاركون أن يكون المشروع فاتحة خير لمشاريع محلية تغني الصوماليين عن المساعدات الخارجية التي باتوا يعتمدون عليها بشكل رئيسي منذ اندلاع الفوضى في بلادهم قبل أكثر من 25 عاما. أرى أن مشروع صندوق الفرصة خطوة عملية إيجابية ستجمع الصوماليين. الرغبة في التغيير موجودة لديهم، لكن تحتاج إلى برامج عملية تحفزهم. وبحسب القيمين على المشروع فإنه يستهدف توقيع 50,000 شخص في السنوات الخمس المقبلة، يكون نصيب العام الحالي منهم 5,000 شخص. المشروع سينجح لأن مدرسا صوماليا قد غير من حياتي بعد أن ألحقني بمدرسة بينما كنت أمسح الأحذية في شوارع العاصمة. أرى المشروع نافعا ومفيدا يغنينا عن مذلة السؤال ويخرج الصوماليين من الفقر بحول الله، وأنا ثاني شخص تبرع للصندوق. ولتعزيز ثقة المتبرعين فإن أصحاب المبادرة وهم شباب من مختلف مناطق البلاد شكلوا لجنة تضم شخصيات وطنية معروفة تكون مهمتها الإشراف على الأموال ومصادر إنفاقها. عبد الرحمن بخاري، العربية، مقدشو.